بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك. وحبينا نعمل النهارده يا حبايبي تغيير في الاكل الفطور الجميل اللي احنا بنجهزه. حبيت اغير كده ايه بطريقتي، يعني بتقول هنطبخ ايه صغير، وقلت لها نعمل مكرونه. انا حابه المكرونه وبحب اي اكلات ناشفه كده، من غير فراخ ومن غير لحمه ومن غير سمك ومن غير اي حاجه. رغم ان انا بحب الفراخ والسمك بس يا جماعه، انما اللحمه انا ما بحبهاش نهائي. بحبها بقى في البشاميل، في الجلاش باللحمه ديت او الرقاق يعني. جات خلاص ماشي صغير. طبعا انا جبت التوم، قشرت ماله ايه يعني، ماله معلقه كده يا جماعه، يعني مش كتير جو ولا حاجه بسيطه جو. واديتها بس تسفيره بس مش اكتر، يعني التوم بخليه مصفر بسيط خالص، مش هخليه متحمش قوي ولا اي حاجه. لا انا بحب التوم بالذات للمكرونه. على فكره، يعني انا مش كان عندي توم، امي بتقول اعملي بصله وخلاص، قلت لها لا، ما رضيتش اعمل المكرونه بالبصل الا ما انا اجيب التوم الاول. انا بحب التوم، التوم بيدي ريحه للاكل وبيبقى جميل جدا. اللهم صل على حضره النبي. انا اديتها بس لون تصفير كده يا جماعه. طبعا ضربت الطماطم في الخلاط زي ما انتوا عارفين كده، وصفيتها، وبعدين ايه توكلت على الله بقى، قلت ان انا اسبكها تسبيكه كويسه كده. لما تكون المكرونه استوت انا بسلقها بس يا جماعه، بسلق المكرونه بس مش بتك عليها جوه في السلقان، لا نص نص كده. لا سبب لسه هتحط عليها التجليه برضو، لسه هتتسبك تسبيكه كويسه كده. يعني انا ايه مش برضه اللي انا اتك عليها في التسويه جوه. المكرونه ديت انا مش بحب اعملها، يعني يعني امي بتقول يا ساره اعملها، يعني اللي انا ايه احط قاعدها كده، يعني يا دوبك اجلي واحط التجليه كده وازودها شويه ميه واقوم حاطه المكرونه. بس انا ما رضيتش كده. ليه؟ لازم تسقف النشويات اللي هي فيها يا جماعه. انا ما بعملهاش كده، انا عايزه تتسلق كويس عشان اصفيها واظبطها كده. شفت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. حبينا نعمل تغيير النهارده كده، رغم ان اخويا السيد جالي سور، والله والله ده فطور 10/10. هو بيحب المكرونه برضو، بيحب المكرونه وبيحب البطاطس وبيحب البيض، يبقى مع اي حاجه. حتى لو عملنا معمر برضو بيحب المعمر. يقول اهم حاجه في الموضوع ده اطبخي اللي تطبخي، بس يبقى فيه بطاطس وبيض. ده اللي هو عايزه يعني. شو لما تعملي اكل ايه، المهم يكون بطاطس وبيض جنب الاكل، سواء معمر سواء كشري سواء مكرونه سواء اي حاجه مهما كان. هو عايز بيض وبطاطس بس. قلت له لا ما تخافش، ما انا كده كده بسم الله ما شاء الله انا هعمل المكرونه وهعمل وهجيب بيض، ما تخافش يا سيد. قال ما اهم حاجه في كده. شفتوا بقى التجليه لما اتسبكت ازاي؟ شفتوا انا ما بحطهاش على اي اكلات، انا بستخدم التجليه دي لما تتسبك تسبيكه كويسه، وبعد كده ايه احطها بقى على المكرونه عشان يبقى لها لون ويبقى لها حاجه جميله كده. انا يا جماعه الطماطم ديت من اللي انا مخزناها في الفريزر. شفتوا بتبقى طالعه من الفريزر حمراء، بتبقى جميله جدا جدا جدا. اللهم صل على حضرة النبي. اديها تقليبه كويسه كده. هفضل وراها لحد ما المكرونه كلها تتحط عليها التقليه اللي انا مسبكاها. شفت الطماطم عامله ازاي، مخليه الاكل له لون جميل. اللهم صل على حضرة النبي. انا بفضل اقلبها كده، يعني ما اسيبش اي حاجه في المكرونه لما احط تجليه كتير، والحمد لله بحط اللي تستكفى. وبعد كده ايه اقوم جايبه عينه فاض، والله تجليه من دي انا في الفريزر، ما فاضش يبقى خلاص. اللي هتنفعني لتاني مره، يعني انا مش برمي اي حاجه، لا بسم الله ما شاء الله. شفت عامله ازاي؟ افضل سيبها بقى اللي هي تتردد كده مع نفسها، وبعد كده بقى ايه اتلفت بقى البيض والبطاطس. المهم عشان اجهز الصينيه بقى كده ويبقى احلى فطار النهارده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، والله كانت اكله تحفه واكله جميله جدا. اي اكلات من النواشف دي بتبقى طعمها تحفه بجد. هي هفت عليا المكرونه كده وانا قاعده اقول لها هنطبخ ايه، ما كل يوم حيره وكل يوم هنعمل ايه. ننفذ مرة كده أنا مرة كده. أنا بحب الأكلات النواشف دي عن أي حاجة تانية، رغم إن المفروض يبقى فيه كل يوم أكل عشان الناس صايمة. بس أنا كده كده أصلا ماشية على ضغط. يعني أنا وأمي مشينا على ضغط من قبل رمضان بشهرين. عاملين أكل رجيم يعني. بسم الله ما شاء الله. والرجيم جايب معايا نتيجة حلوة برضو، وجايب والدتي نتيجة حلوة بسم الله ما شاء الله. حتى لو ايه احنا كده كده انا بخفف في الاكل برضو. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا اهو. جبت جبت بقى، سبت المكرونه مع نفسها كده على البوتاجاز لما تخلص، وجينا بقى ايه لقيت امي بتقشر في البيض والبطاطس، وقالت يلا يسار بقى ايه جهز لنا احلى فطار النهارده. شفتوا اهو. حبينا كده ايه نعمل تغييرات مش اكتر يا جماعه، مش اكتر تغييرات بس. بسم الله ما شاء الله. شفت عامل ازاي؟ اهو ادي البطاطس وادي المكرونه والبيض
والجبنة الحادقة والفلفل اللي بيبقى في المش ده. وأحلى فطار النهاردة جهزناه بطريقة سهلة وبسيطة، واللي يفتح النفس هي الجبنة الحادقة كمان يا جماعة، بقرن فلفل كده تحفة. قلت للسيد هات لنا زيتون، هات لنا أي حاجة تانية، قال لا أنا عايز جبنة حادقة وفلفل بس. بصراحة أنا قلت أنا هجيب يا سيد، بدل أنت مش عايز تجيب أنا هجيب. شفت المكرونة عملت ازاي؟ جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله.